ازيكم عاملين ايه؟ انا زياد وده الجزء الثالث من سلسله ايه القرف ده؟ في ايه يا عم؟ انت بتضايق المزمزيل ليه؟ يا عم خليك في حالك، انت مالك؟ هو ايه اللي خليك في حالك؟ تيجي نروح القسم دلوقتي؟ قبل ما يقفل تيجي معانا انسه ليالي؟ يلا. انا نسينا حاجه عن التعبير في المشهد ده، تحسه كده خارج من الديب ويب بالغلط. ايه القرف ده؟ معنا الآن اتصال مباشر مع فان دام. ألو؟ ألو، أسمعك جيدا. مستر فان دام. نعم. ما هو تعليقك على مباراة فومانشي أسطورة الصين أمام خصمه يحيى المصري بطل مصر؟ انتبه يا يحيى، إن فومانشي وحش كاسر. نحن مجرد أطفال صغار تلهو بالنسبة إليه. إن مجرد التفكير في مواجهته يعتبر انتحار. شكرا. حسن سوقي مراية يا ياسين، بتبص لروحك في المراية يا واد، عايز تتجنن يا مسفي. مراية كمان ايه؟ مشت بتسبسب شعرك بمشت يا ياسين زي النسوان. يا مصيبتك السودة يا عمي، يا مصيبتك. وده كمان ايه؟ كولونيا، بتحط كالونيا. هي تقريبا فاكره ان المرايه دي حاجه خارقه عن الطبيعه، هي تقريبا ما كانتش قصدها زي الخواجات، كان قصدها كلمه تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا خليل، ده عز ما بعده عز. المية ماشية في الحيط، لو ايه مية متجطرة كمان. بص يا خليل، بقى تقفل كده وتفتح كده، تقفل كده وتفتح كده. مادام هم اول مره يشوفوا ميه، امال كانوا عايشين ازاي قبلها؟ مش فاهم. ويعني ايه الميه نازله من الحيطه؟ امال الماسوره دي تبقى ايه؟ ايه القرف ده؟ خلاص طيب انا مش هعمل كده تاني. اسامحك ازاي بعد ما نجزت لك كباريه؟ طب ومستني ايه؟ ليه ما بلغتش البوليس؟ انا هبلغ البوليس بنفسي. ما تتعبش نفسك، البوليس هنا من الصبح كده. طب حضرة الظابط. ايه القرف ده؟ في الحقيقة نجاة اختك تبقى مراتي. ايه؟ ايوه، هي دي الحقيقة ومخبيينها عليك بقالنا سنين. ازاي ده؟ يعني غصب عنك. غصب عنكم ازاي؟ ده انا هوديك في داهية. اهدى بس، اهدى وتعالى نتكلم بالعقل. تعالى. عقل؟ خليك فيها عقل. احنا شباب زي بعض. اللي انا مستغربه ان تون صوته زي ما هو ده، حتى رياكشن وشه ما اتغيرش، والمضحك اكتر ان هو كمل معاه عادي ولا كأن حاجه حصلت. والمشكله الشخص اللي قدامه بيقول له الخبر عادي من غير اي توتر ولا اي حاجه. مؤاخذة. حصل خير؟ الاخ مصري؟ لا اسكندراني. اي خدمة؟ تشك. ايه الولد اللي انت لابسه؟ لو سمحت يا انسه، قلع الواد المسخره اللي هو لابسها دي. ايه اللي مش عاجبك فيا يا انكل؟ كل حاجه فيك مش عجباني، بلاش تقليد اعمى بقى. احنا لا عمرنا لبسنا لا بنطلونات جينز ولا فانيلات ولا جزم كاوتش، يبقى كل هدومه تترمي وانا اللي هلبسه بالطريقه المناسبه. والله حلو عليك. ايه القرف ده؟ الله، بقول لك يا ابو سمره. نعم. انا هستأذن النهارده بدري كده عشان عندي حفله تكريم، يعني بعيد عنك بيكرموا اللي بيفكروا كويس. طب سيبنا افكر. سيبك تفكر ايه يا عم سمير؟ هو انا بقول لك طلقني؟ انت بدل بتقول لي بالهنا والشفا يا علاء. الوحيد اللي في العالم بينطق اسمه غلط يا ابني، اسمك علاء. اسمه علاء على اساس ان القصه اسمها مصباح علاء الدين. اتقدم عشان دي هتبقى مرات اخوك. ماشي ولا مش ماشي؟ ماشي ولا لا؟ اهدى. انت كنت ناوي تديني بالقلم من بعيد كده، ليه ناوي تحدفني بالكف؟ اقول لك على اسم مختلف. عايز اسم شاذ. ايه؟ عايز اسم فيه دلع. اعتقد مش هينفع نستخدم اسم الدلع عند علاء، لان حسام هنقول له حس، عصام هنقول له عيس، علاء هنقول له يعني هنا اهو يعني فوق. كده فوق. هنا اهو يعني تحت. كده تحت. هنا اهو بقى. ده كده يعني جيزه نقلب يقول. افيهات تامر حسني غير انها تقليديه، هو اصلا سريع من السوشيال ميديا. وخد عندك بقى قصه الفيلم بتهاجم بتوع السوشيال ميديا اصلا. طب تصدق بقى خفاجه عنده حق لما قال بس كده كان الفيديو بتاعنا. ما تنساش تعمل لايك وشير في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ما تنساش برضه تدعي لاخواتنا في فلسطين وجميع الدول العربيه، ربنا ييسرهم ويعينهم على اللي هم فيه. بس كده اشوفك الفيديو الجاي، السلام عليكم. ايه القرف ده؟ هو فين منصور؟ منصور اخويا حبيبي منصور. يا اختها ساعتها هيقبض عليك انت كمان وتروح فطيس. فطيس مين؟ لا مؤاخذة. حصل خير؟ الاخ مصري؟ لا اسكندراني. اي خدمة؟
ايه القرف ده؟